فرحة جديدة من ضمن الأفراح اللي كانت موجودة، وما شاء الله زي ما انتم شايفين الضحكة والابتسام اللي طالعة من القلب. وشاعر المهرجان بقى، شاعر المهرجان. قلنا لكم هتلاقوا عندنا الحصر كله، مش هتلاقوه في أي مكان، فقط على قناة أول مهرجان لطيور الزينة ومستلزماتها في الوطن العربي، على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين لينكاتهم في وصف الفيديو بتاع قناة اليوتيوب. النهارده بقى زي ما احنا كنا عايزين نفرحكم، برضو الناس عايزة تفرحنا، وده الجميل في اليوم. احد الساده الحضور كان موجود معانا وقال لي انا مجهز حاجه للناس وعايز اقولها. فاحنا قاعدين في القعده وبنعمل مسابقات، ما لقيناش احسن من كده فرصه ان احنا نسمعه ونسمع الكلمه الجميله اللي قالها. واحب اقول لحضراتكم ان زي ما حضراتكم بتسمعوها لاول مره، العارضين كمان معانا كلهم بلا استثناء اول مره يسمعوا اللي اتقال من وراهم في ظهرهم. فكان كلمه جميله منه، بنشكره جدا، فرحنا بالكلمه الجميله. وزي ما بقول لكم الحصر كله عندنا، حتى العارضين هيشوفوا حاجات ما شافوهاش في يوم المهرجان، كله على قناه اليوتيوب وصفحه الفيسبوك او مهرجان لطيور الزينه ومستلزماتها في الوطن العربي. يلا بينا مع شاعر المهرجان ونشوف هيقول لنا ايه. واحب اقول لكم ان مش دي الموهبه الوحيده، لا ده في موهبه فنانين وفي العاب وفي عصافير وفي بيع وفي شراء، عشان كده سميناه مهرجان. هتلاقي في المواهب، هتلاقي في الفنون، هتلاقي في اللعب، هتلاقي في الترفيه، هتلاقي في الفسحه، هتلاقي في العصافير بيع وشراء، هتلاقي كل حاجه. مش هطول عليكم، يلا بينا نسمع شاعر المهرجان من قلب الحديقه الدوليه، حديقه المهرجانات الدوليه اللي تقام فيها اول مهرجان في الوطن العربي لطيور الزينه ومستلزماتها. ان شاء الله باكد عليكم الفرحه الجايه، الفرحه الثانيه يوم السبت 1 فبراير. لكن احنا عملنا فزوره النهارده الصبح وانتظروا حلها، في مفاجاه حلوه للناس كلها. يلا بينا نشوف شاعر المهرجان، ودي اول فقره هنقدمها، وبعد كده بقى تابع معانا كل يوم هتلاقي جديد اول باول من قلب المهرجان حصر عندنا. يلا بينا نشوف شاعر المهرجان، الراجل العسل الجميل الطيب البشوش، صاحب الضحكه الجميله. نشوف كان بيقول ايه. وتعال بقى كده عشان الشمس هنيجي وهنديله الهديه بتاعته من قبل من قبل ما كمان. لا خليها، يمكن لا. الشعر يطلع حلو، الهديه تبقى لا اكبر. احنا قابلين. لا اتفضل. بس انا علي صوت. لسه هتقول ده كله؟ ما تقلقش، سريعا سريعا. هو دقيقتين على السريع. سريعا سريعا. بسم الله نبدا الكلام، ونصلي ونسلم على خير الانام. النهارده يوم اتعمل بالمحبه، اسال الله ان يجعله اجمل الايام. يوم اتاسس لكل الناس، عائلات وعارضين وهواه، حضر فيه كل المحبين من كل مكان ومن كل اتجاه. أسأل الله أن يديمه علينا ويحفظه ويرعاه. مهرجان جديد فيه هنلعب ونفرح ونضحك مع بعض تملي، مسابقات وفقرات وهدايا، وعندنا مسجد فيها نصلي، حديقة وألعاب وحاجات كتير. بجد يوم جميل ومسلي. ولو بتدور في الهواية على شيء جديد، معانا ملك السبية الخلوق الشيخ وحيد. ولو بتدور على منتجات بجودة عالية، هقول لك سر يفضل بيني وبينك، هيفضل بينك وبيني. ايوه مفيش غيره، هو الاستاذ ماجد قائد مزارع الحسيني. ولو عايز ناس تتعامل معاك بكل حب واناقه، وعصافيرك تشد بسرعه وتكبار، معانا اكل ودخن وحبوب وبذور طاقه عند ام علي والشيخ عبد الحليم وابو عمار. ولو عايز خلطات ومستنبت وفرماجين وبروتين باسعار جميله عند احلى العارضين، ناس بشوشه في يوم جميل من غير كآبه. ايوه هم ياسر جمال وخضر الغلابه. ولو بتحب الببغاوات وبجد هاوي، معانا ملك مستلزماتها يوسف الغاوي. ولو طيورك بعافيه شويه، الحل موجود، معانا دكتور بجد اسمه مصطفى محمود. ولو عايز تأكيل يدوي عند أوسكار هتلاقيه. ولو عايز خلطات وتحديق من الشيخ حسين بسرعة اشتريه. واللي بيسأل على هدايا تاني وعروضات، عند الدكتور محمد خالد في الأدوية والمكملات. ولو نفسك في شيالة لطيورك، معانا أبو كريم ملك الشيالات، وهدايا وحاجات تانية كتير، حتى أكل القطط والكلاب وفرها التاجر الصغير. عارضين جمال وهواه جمال، سعيد جدا وانا واقف بينهم، كلهم ايد واحده، ومعاهم خادم الهوايه مصطفى زينهم، اللي النهارده في يوم جميل صادف عيد ميلاده.
واللي في محبة الناس رب العالمين زاده، واللي غايب النهاردة وعايز يعرف مكان أكبر مهرجان طيور زينة في مصر. بحبكم بحبكم. ما شاء الله ذكر كل الناس العارضين معانا في كلمة شعر جميلة منه. تمام خلاص، ما احنا غيرنا، انت لسه فاكر، نقلنا على حاجة تاني خلاص. ان شاء الله بقى هنستأذنكم 10 دقايق وهنتجمع تاني، وهنبدأ نلعب الأطفال في الفقرة الجاية الأطفال. فعايزين برضو أولياء الأمور يبقوا معانا، يعني الأهالي الأبهات والأمهات، عشان خاطر محتاجين مساعدتهم معانا. ماشي؟ هنعمل فركشة كده 5 دقايق نستريح ونرجع نتجمع تاني.